طريقة تعطيل حساب إنستغرام مؤقتا بعد التحديث الأخير. طبعا هنا سأقدم لكم شرح كامل لطريقة تعطيل حسابك في الإنستغرام مؤقتا بعد التحديث الأخير، حيث تستطيع استرجاعه متى تشاء بكل سهولة. تابع الشرح واشترك بالقناة وفعل الجرس، ولا تنسى اللايك على هذا الفيديو. أولا نقوم بفتح تطبيق الإنستغرام. بعد فتح تطبيق الإنستغرام انتقل إلى الصفحة الشخصية في الإنستغرام واضغط على الخطوط الثلاثة من أعلى الشاشة. قم بالضغط على الخيار الأول Setting and Privacy. الآن من الخيارات التي تظهر أمامك قم بالضغط على خيار Account Center. يظهر أمامي عدة خيارات، منها أقوم بالضغط على خيار Personal Details أي التفاصيل الشخصية. يظهر أمامي هنا التفاصيل الشخصية الخاصة بي على تطبيق الإنستغرام. أقوم بالضغط على الخيار الثالث ملكية الحساب والتحكم به. يظهر أمامي خيار إلغاء التنشيط أو الحذف. قم بالضغط على هذا الخيار. مرة أخرى يظهر أمامي حساب الإنستغرام الخاص بي، للتأكيد أقوم بالضغط على هذا الحساب. الآن يظهر أمامي عدة خيارات لإلغاء تنشيط حسابك على إنستغرام أو حذفه. الخيار الأول إلغاء تنشيط الحساب، حيث هذا الإجراء هو مؤقت، ويعني أنه سيتم إخفاء الملف الشخصي على تطبيق الإنستغرام حتى تقوم بإعادة تنشيطه من خلال مركز الحسابات أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على الإنستغرام. الخيار الثاني هو حذف الحساب، حيث يتم حذف حساب الإنستغرام الخاص بك نهائيا، وعندما تقوم بحذفه يتم إزالة الملف الشخصي والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات وتسجيلات الإعجابات والمتابعين لديك بشكل نهائي. إذا كنت تريد فقط التوقف مؤقتا يمكنك إلغاء تنشيط حسابك بشكل مؤقت، أي الخيار الأول. أنا هنا أريد أن أقوم بإلغاء تنشيط الحساب بشكل مؤقت، أو بمعنى آخر تعطيله مؤقتا. أقوم بالضغط على الخيار الأول وأضغط على خيار Continue أي متابعة. هنا علي أن أقوم بإعادة كتابة كلمة المرور الخاصة بحسابي حتى أتمكن من تعطيله، ثم الضغط على خيار متابعة مرة أخرى Continue، حيث يتم تعطيل الحساب مؤقتا. في حال أردت أن أقوم بتنشيط الحساب مرة أخرى، كل ما علي فعله هو التسجيل الدخول إلى الحساب